إلى ما حدث قبل أيام، ومن خلال ما عرض في مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء على المواطنة في ناحية أرتون كوبري قضاء الدبس محافظة كركوك. أود أن نبين بشأن هذه القضية التي أخذت حيز، مع كل أسف ما كان يجب أن تتخذ هذه القضية قضية جنائية تحدث لربما في باقي المحافظات، حتى في هذه المحافظة، ولربما هناك قضايا جنائية وجرائم أكبر حجما وبشاعة من هذه الجريمة. لكنه القانون وسلطة القانون يجب أن تفعل لكل صغيرة وكل كبيرة من أجل أن يسود العدل في كل مناطقنا، وخاصة مناطق كركوك ومن ضمن مناطق بلدنا العراق. اخواني الاعزاء، نبين ونقول هذه الجريمة جريمة جنائية ليس لها علاقة بمكونات أو علاقة بقوات أمنية أو علاقة بأشخاص معينين على أشخاص مستهدفين بتاتا، لا يوجد هكذا. هذه الامرأة مختلة عقليا، زوجها معوق، مع كل أسف وعتب شديد على بعض من روج لهذه القضية، وأصبحت قضية تشهير قبل أن تكون قضية معالجة هذه الجرائم. مع كل أسف هذه العائلة والأشخاص قد شهر بهم إلى أقصى ما يمكن في سبيل تحقيق مكاسب لربما على الأرض أو مكاسب أخرى، ونحن لا نريد أن يستخدم الإعلام أو تستخدم القوات الأمنية أداة للتشهير وترويع المواطنين. قضية جنائية، هناك أشخاص قاموا بالاعتداء، شخص مدني وشخص منتسب في قيادة شرطة كركوك في داخل المحافظة ليس، لكنه كل قضية ضمن واقع واحد ومنطقة واحدة، كل أشخاص في منطقة واحدة، سواء المجني عليها، المشتكي زوجها، والاثنان الذين قاموا بالتصوير وقاموا بالفعل الشنيعة، الكل في منطقة واحدة. وكان الحدث قد حدث قبل أيام كثيرة، أكثر من أسبوعين، لكنه التصوير قد ظهر للعيان قبل يومين. وفورا قامت قواتنا بالشرطة الاتحادية من أبطال الفرقة السادسة اللواء الثالث بإلقاء القبض على هؤلاء الجنات وتسليمهم إلى قيادة الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حسب السياق المتبع في كل معالجة القضية. وفعلا تم التحقيق، لكنه عندما أصبحت قضية في الإعلام شكلت لجنة من قبل القيادة وقيادة الشرطة متابعة الموضوع، لأنها أصبحت قضية رأي عام. وأيضا السيد القاضي أصدر وصادق على هذه اللجنة بمتابعتها، والآن شكلت لجان، لجنة من وزارة الداخلية ولجنة من قيادة العمليات للتحقيق، ووصلنا إلى ما يلي: إلقاء القبض على الجنات، توقيفهم ضمن المواد القانونية وتكييفهم ضمن المادة القانونية المختصة،